مشاهدون قناة شوف تيفي، اهلا ومرحبا بكم في هذا البث المباشر والعاجل من مدينة الدار البيضاء. اول حاجة غادي نطلب منكم هو تبارطاجيو هذا اللايف باش الناس يعرفوا ان اخطر بارد الكتاف الملقب بالنينجا مول الامبيكا تمكنوا منه مصالح امن الحي الحسني. هذا الشخص الاخوان عنده موتور من نوع امبيكا، كيدير الكمامة وكيرتكب عمليات سرقة بالنشل، كيسرق لك تليفون، يسرق لك صاك وكيهرب. خدموا عليه امن الحي الحسني وتمكنوا من الايقاف ديالو. شوفوا معايا هاد السرقة ديال هاد الشاب كيفاش غادي تكون. كيسرق ديال عباد الله بطريقة احترافية، واليوم امن الحي الحسني يضرب بيد من حديد تمكنوا من ايقاف هذا الشخص اللي كان داير حاله وروع الساكنه ديال الحي الحسني. يعني قبل ما يسرق كيشوف شنو واقع، شنو طاري، شنو كاين، عاد باش كيشفر. هانتوما شوفوا معايا، وبغيت الماكسيموم ديال البارطاج. هو كيهبط على رجليه، دافع الموتور، كيتربص بالضحيه حتى كيعرف ان راه ما كاين حتى شي حد، وهذاك الضحيه ما عندوش كيفاش غيدير باش يتبعو. كيرتكب الفعل الاجرامي اللي كيعاقب عليه القانون وكيلاد بالفرار. بارطاجيو الاخوان باش يعرفوا المغاربه بان النينجا اخطر بارد الكتاف تمكنوا منه البوليس، وحاليا كيتواجد بالمنطقة الأمنية ديال الحي الحسني في انتظار المثول أمام أنظار النيابة العامة. هذا الشخص عنده تعدد السرقات، والسرقات ماشي عادية، السرقات بالنشل. كتكون واقف ما عليك ما بك حتى كيجي كيديلك ديالك وكيهرب. البارطاج الاخوان، بارطاج باش نوريكم كيفاش كيسرق، باش تردوا بالكم. والحمد لله اللي شدوه البوليس، الحمد لله، الحمد لله اللي شدوه البوليس. شوفوا كيفاش كيسرق. شوف، ماشي ضحيه، ماشي جوج، ماشي ثلاثه، عنده بزاف ديال الضحايا، بزاف ديال الضحايا اللي عنده. هو كيجيب الموتور ديالو، هو الموتور امبيكا، ها الموتور جايبيه. هو كيجي كيشوف الضحيه كيدير كاسك وكيدير كمامه، فاللي تسرق الاخوان من طرف هذا الشخص اللي كيدير كمامه وكيدير الكاسك، ما عليه غير يتوجه لعند المصالح الامنيه ديال الحي الحسني. من اجل تاكيد الشكايه او لا وضع الشكايه، لان بزاف ديال الناس كيتسرقوا وما كيمشيوش عند البوليس، كيقول لك كي غندير نشدو، كي غندير نعرفو. مع العلم ان فاش كتوضع الشكايه وواحد اخر كيوضع شكايه وواحد اخر كيوضع شكايه، راه كيتبعوا المسار ديال هاد بارد الكتاف وكيشدوه. فمصالح امن الحي الحسني خدموا خدمه نقيه وتمكنوا من ايقاف النينجا بارد الكتاف مول الامبيكا. شوفوا كيفاش غيسرق. شوف معايا، شوف معايا، ما جاي حتى واحد. راكم عارفين هاد الماطر كيكونوا نحيله، كيكون متحكم في الموتور مزيان، كيسرق وكيهرب. شوف معايا، شوف معايا، ونرجو البارطاج باش الناس ترد البال من بحال هاد الاشخاص. شوف، هو غيدفع الموتور، غيديماريه. شوف كيفاش غيديماري الموتور. شوف معايا، شوف معايا، هق كان هنا، ما عندك ما تشد، موتور نحيله. هاد بارد الكتاف الاخوان تمكنوا منه المصالح الامنيه ديال الحي الحسني، يشكرون على المجهودات الجباره اللي قاموا بها، وبرافو لهم انهم داروا خدمه نقيه.
جميع العناصر الامنيه ديال الحي الحسني خدموا على هذا الشخص. اخطر بارد الكتاف ملقب بالنينجا، ملقب بالنينجا. علاش النينجا؟ لانه كيدير الكمامه وكيدير الكاسك وكيخرج للسرقه. البوليس يشدوك فين ما كنتي، فين ما مشيتي، خدموا عليه وشدوه الاخوان. اكيد هاد الناس هادو دايرين المتابعه وكيطالبوا باقصى العقوبات لهذا الشخص. ان بنادم كيضرب تماره كيخدم ويدمر باش يشد واحد الرزق حلالا طيبه، ويجي واحد فيقتل 4 ديال العشيه كيلبس 45 في رجليه ويديلك تليفون او يديلك ساك ويخليك الله كريم. هذا الاخوان شدوه البوليس ديال الحي الحسني، ها هو مشى. شو السرقه كيفاش كيدير لها؟ حريفي الخفه في الاداء. شوف مشى. كان انا واخا تباع واخا دير ما عندكش كي غدير تشدو، ما عندكش كي غدير تشدو. شوف معايا، شوف معايا كيفاش كيدير السرقه. شوف معايا، هو كيوقف الموتور. حريفي بروفيسيونيل في السرقه. كيوقف الموتور كيديماريه وكيسرق الضحيه وكيلاد بالفرار. واخا تبعو ما غاديش تشدو، لان هاد الماطر كيكونوا نحيلات الخفه في الاداء. خويا بلال، واش المنطقه ديال الازهر او لا لي ساسفه شو من بلاصه في الحي الحسني خويا بلال؟ لا ماشي الضحيه ميت، لا، بنادم واقف مرفوع شا التليفون كيتسنى ابيل، كيتسنى شي واحد يعيط ليه داخل الخدمه كيخدم في تليفون وتجي انت تسرق ليه. حنا نديرو هاد السيد هذا ماد التليفون بحال هكا حاطو شادو في يدو، تجي تسرقو ليه؟ ما عندكش الحق، ما عندكش الحق. فالقانون يعاقب على هذه الافعال الاجراميه. وهذا الشخص اللي سرق راه تمكنوا منه البوليس وربطوا الاتصال بالضحايا اللي مسجلين شكايه خصوص السرقه بالنشل ضد هذا الشخص النينجا مول الانباكه. نتمناو الخير ان شاء الله، ونتمناو على انه يراجع الاوراق ديالو، لان هادشي اللي كيدير راه خطير وخطير وخطير وخطير. فحتى لهنا الاخوان غادي نوصل على نهايه هذا البث المباشر، نتلاقاو في بث اخر ان شاء الله. تبقاو على خير، نرجو البارطاج باش كلشي يعرف بان هذا الشخص راه تم الايقاف ديالو من طرف المصالح الامنيه ديال الحي الحسني. تبقاو على خير.